هذا واحد يسأل الشيخ: يا شيخ أنا عندي حمار يلحسني ويعضني، هل هو يفسد الوضوء؟ قال له: يا شيخ انتبه يعضك. كان أحد يعني يلاعب حماره. في واحد يلعب بحمار يا جماعة ويلحسك حمار، والله ما شفنا في الكون كله. أنا أعتقد يا جماعة أن السائل تبوني، أنا أعتقد أنه علاقتهم بهذا الكائنات علاقة صلة رحم، في صلة رحم في الموضوع. يسمعون في الفتوى. أنا صار لي من أمس أضحك واليوم سأضحك رغم أني تعبان شوية. أيوة. عندك حمارة متعلق بها كثيرا. أيوة. أقول لكم صلة رحم متعلقين بها كثير. والله الشيخ نفسه ضحك بعدين اسمعوا. تعضني وتلحسني. يا أصحاب الحمير اتقوا الله. حتى شيخ فاتح لكم برنامج فتاوى تروح تسأل عن الحمار انه يحبك يلحسك. اولا ليش بتخليه يعضك ويلحسك؟ ليش يعني انت ايش حبيت في لحسة الحمار؟ يا حبيبي. وبعدين عضت الحمار حمار الحمار ما يفهم. هو نعم أليف لكن الله خلقه نركب عليه، نشيل عليه حاجات، لكن انه يلحسنا ونلحسه ونعضنا ويعضه ما حصلت الا عند هذا الكائنات. ايوه. تعضك وتلحسك. كل ما قلنا ما نخرج من موضوع الحمير رجعونا. ايوه. ايوه. هل تبطل الوضوء؟ اولا فهمنا ايهما الحمار منكم، من الذي. انا اعتقد انهم اثنين حمار بيلحسوا بعض ويعضوا بعض. مستحيل. مستحيل يكون ادمي هذا. هو يا اما هم اثنين حمار قاعدين يلحسوا بعض ويعضوا بعض، بس هذا حمار ساكت وهذا حمار ناطق. وبيدور الوضوء. اولا اقنعنا انت خلى الوضوء ان شاء الله طول عمر ابوك ما صليت. عمر ابوك ما صليت. انت اول حاجه قبل الفتوى قبل الوضوء قل لي ايش دي خلاك انت تخلي تلعب مع حمار يلحسك وتلحسه ويعضك وتعضه؟ هذا هو السؤال. الشيخ نفسه صدم. ايوه اسمع. تبطل الوضوء. الشيخ وضح. والسؤال الثاني: هل أقدر أن أقرنها بحصان؟ طيب. بارك الله فيك شيخ. طيب إن شاء الله. أما أبو مدين وحماره يعني لا بأس أنك يعني تستفيد من هذا الحمار، لكن كونه يلحسك ويعضك انتبه لا يعضك عضة شديدة وبعدين تصير مشكلة. عضة حمار. بعدين عضة حمار. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش عقلي هذا بالله عليكم؟ هذا سؤال يسأله في فتاوى. ايوه. لكن على أي حال ليس لعابه نجسا، ليس لعاب الحمار نجسا، إنما لعاب الكلب النجس. أي نعم. ولا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة. بارك الله فيك. إذن الحسوا بعض.